من أعظم الناس حقا على الإنسان الوالدين، وجاء في الروايات توصيات عظيمة جدا في حق الوالدين، وروايات آيات كثيرة بيّنت فضلهم ومقامهم. لكن هنالك مشكلة عويصة، كلا إن الإنسان لا يطغى. بسرعة تعطيه منصب، بسرعة يستغل هذا المنصب بطريقة غلط، تعطيه مقام يستغل هذا المقام بشكل خاطئ. هذا خطر. صح الوالدين لهم مقام عظيم وسامي جدا، ولكن استغلال هذا المنصب ترى عاقبته سيئة جدا جدا. فالإنسان لازم يحذر. الله سبحانه وتعالى عندما يجعل مقام للإنسان لازم هو في داخل نفسه يكون قد هذا المقام العظيم، ولا يستغل بهذا الاستغلال الخاطئ. كثيرا ما أشوف إن مثلا حلو جدا، وأكدت هذا عليه مرارا، إن الأبناء يساعدون أمهم وأبوهم حتى مع عدم الاحتياج، هذا شيء زين بشكل عام. ولكن إن الوالدين يستغلون هالمسألة بطريقة فظيعة مع تأثيرهم على حياة ولدهم، هذا خطر. خصوصا لمن يكون الأسلوب محرم، سب، غصب، أذية. ترى مثل ما الولد لازم يبر في أمه وأبوه، كذلك الآباء لازم يبرون في عيالهم. وجاء على هذا عدة روايات، وجاء في مضمون بعض الأخبار أن ملعون من أعان ولده على عقوقه. مضمون الروايات أن يكون الإنسان سبب في أن أبنائه يعقونه. شلون واحد يتعامل؟ صعب فعلا. أنا مرات أحتار، أقول هذا شو أجاوبه؟ مثلا أمي تسبني وتغلط وإلا تعطيني وتاخذ غصبا علي. أصلا أمي شلون تسب عيالها؟ أنا ما أفهم، فعلا ما أفهم. يعني شلون واحد يسب أبنائه؟ شلون واحد يسب عياله؟ ظناء يسب. هو أصلا المؤمن شلون يسب؟ ما أفهم. قد واحد معصب، سقطة لسان، إحنا بشر، أتفهم هذا، كلنا معرضين للخطأ. لكن يكون شيء متجذر في الإنسان، لسانه وسخ، شنو هذا؟ شلون إنسان يكبر في العمر ويدخل في 50 في 60 في 70 في 80 إلى الحين لسانه وسخ؟ هذا الموت يقترب من الإنسان أكثر وأكثر. شلون يسب؟ وأستغرب جدا، خصوصا أبناء شلون يسبهم؟ ما أفهم هالشيء. شلون إنسان يقبل على نفسه يكون عالة على غيره؟ هم ما أفهم هالشيء. شلون إنسان عنده عادي إنه أنتم سووا غصبا عليكم وياخذ غصبا عليهم؟ شلون تطيب له نفس؟ ما أفهم هالشيء. شيء صعب. إنسان مؤمن كرامة، بس إذا ما كان عنده كرامة صح، كل اللي نقوله هني واحد يقدر يفهم هذا ما عنده كرامة ولا عنده عزة نفس. الحين مع فرض الاحتياج مسألة ثانية، بس واقع اللي قاعد نشوفه مو كذي. هي طق بمزاجها غصبا عليك تعطيني، الأب طق بمزاجه غصبا عليك تعطيني. نتمر عليه قضايا عجيبة وغريبة فعلا. أحيانا كرت الولد المتزوج، كرت البنك عند الأب، هذا يخاف الله. هذا شلون هذا؟ أنت على أي أساس تأخذ كرته؟ يعني على أي أساس؟ عموما فخطر جدا، خطر أن الإنسان يستغل هذه السلطة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى، ولا يعتقد الإنسان أنا أمك أنا جنتك ونارك. صح الأم لها مقام عظيم جدا، بس ترى وايد أمهات في النار. الحين هذيل اللي الآيات اللي تقول إن أكثر الناس مثلا وضحت كذي، وأكثر الناس كذي، وأكثر الناس كذي، هو هذيل مو آباء أمهات؟ هو وضيع مصيرهم النار. يعني شنو إذا واحد أمه خاص تروح الجنة، يعني أبو يروح الجنة؟ كل الناس، يعني أغلب الناس لو تحطها نسبة وتناسب، أغلب الناس قد يكونون آباء وأمهات. يعني أغلب الناس في الجنة وأغلب الناس وضعهم زين. هذا خلاف القرآن الكريم. صح له منصب، صح. أنا عندي طريقة، أنا أؤكد الإنسان اللي يبتلى بأم وأب ما يجوز له يغلط عليهم، ما يجوز له يصرخ، هنالك سبل. بس الحين كلامي أنا موجه للأب والأم، عندك سلطة لا تستغلها بطريقة غلط. منو قال لكم بأنه يجوز تسوون كذي؟ يعني وين يبتوا هالفتوى؟ وين أي قرآن، أي رواية، أي فتوى شرعية، أي كتاب ذكر هذا؟ نعم لها الأم والأب مقام عظيم، لكن في حدود. ترى هنالك حدود. تمشي وتسب في الأبناء، يمشي الأب ويسب في العيال، يمدون إيدهم، يغلطون عليهم، يهينونهم، يسمعونهم كلام جارح. وين هذا؟ أي شريعة هذا قطعا مو رسول الله صلى الله عليه وآله. يمكن شريعة أحد أسسها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن شريعة الشيطان، صح، أنا أتفهم هذا، هذه فتاوى الشيطان نفسه، إبليس. هذا إبليس قاعد يفتي للناس هالفتاوى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن هالكلام، جدا منزه.
فلازم الواحد يفكر في عقله ان هالذنوب زين، واحد كبر في السن يعني مفروض يهذب نفسه، هذا الطبيعي. المنطق يقول كذي، الدين يقول كذي، المجتمع يقول كذي، الحياة تقول كذي، ان كل ما كبر الانسان صار عنده حكمة اكثر، هذا الطبيعي. هذه الحكمة تأثر على سلوك الانسان، سلوك الانسان يتأثر فيتغير فيكون خوش واحد. يكبر الانسان في العمر للحين يسب، شلون هذا؟ يكبر في العمر للحين يمد ايده، شنو هذا؟ فلازم الانسان يلتفت. جاء في الروايات ترى اللي يشوف تراث اهل البيت عليهم السلام يعني نحو المجموع، ترى يشوف شغلات مو قاعد نسويها احنا. بعض الروايات تبين ان ترى احنا معاكم اهل البيت، احنا معاكم ما دمتم في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما عندنا براءة من الله عز وجل. مضمون الروايات لا تعتقد خلاص سوي اللي بتسويه وانت شيعي ويلا وضعك تمام، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. منو قال اصلا يموت الانسان على ولاية اهل البيت عليهم السلام؟ منو قال؟ واحد يظن انه هو شيعي في وقت الاحتضار قد يعدل كما جاء في النصوص، آيات قرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول عن شخص كما جاء في الروايات فسر بملعب من باعوراء، لا أنا ولا أنت ولا أحد في المسجد عنده اسم الله الأعظم. منو فينا عنده اسم الله الأعظم؟ ولا أحد. اسم الله الأعظم اللي يدعو في أي دعاء يستجاب. الله سبحانه وتعالى يقول عنه في القرآن الكريم مثله كمثل شنو؟ مثله كمثل الكلب. صار هذا وضع في النهاية، وهو كان عنده اسم الله الأعظم. مو قيمة الإنسان إلا بالنهاية، يبين هني الإنسان. فعموما هذا المنصب الإلهي حرام يشوه، هذا المنصب مقدس لازم الإنسان يراعيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.